قلة الإمكانات من الناحيتين المالية والبنية التحتية لم تمنع إدارة نادي حطين ببلدية أم الرزم من المشاركة في بطولة دور الدرجة الثالثة. نحن تو في ظل مباريات الدوري الدرجة الثالثة مجموعة بطنان، ولازالت المباراة واحدة أمام الفريق متمثلة في ملعب الأندلس مساعد. يقدم لاعبو الفريق هذا الموسم أداء طيبا رفقة مدربه يعقوب حسين ومساعده ناصر الشندي، مما وضع الفريق في المركز الأول في المجموعة الأولى ضمن منافسات دور الدرجة الثالثة لمنطقة البطمان. والله نحن استعداداتنا على حسب الإمكانيات بتاعنا، يعني هي الإمكانيات ضعيفة شوي ولكن لكل مجتهد نصيب يعني. وترتيبنا في المجموعة طبعا الترتيب الأول. فريق حطين لم يخسر نتيجة أي مباراة ولم تستقبل شباكه أي هدف هذا الموسم، فهل ستتحقق مساعي إدارة وجماهير النادي للتأهل والصعود لمنافسات الدرجة الثانية هذا الموسم؟ وصلنا وإياكم إلى